السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حضرتك انا ابو عمر ودي قناة بورصة ابو عمر. ازاي تخلي المكان مفهوش ريحة وفي نفس الوقت عشان الفراخ تقدر تكمل معايا وتجيب اعلى اوزان. بص من الاخر، لو المكان ريحته مش كويسة وفيه الامونيا عالية، الفراخ حتى لو عاشت معاك مش هتجيب معاك اوزان. فاحنا نعمله ايه؟ حاجات بسيطه جدا. طبعا اللي بيربي في الارض، انا بربي في بطاريات وبربي في الارض برضو عشان الناس اللي هي بتربي في الارض برضو اتابع معاهم. فاحنا النهارده هنوريك التربيه في الارض ازاي تنظف وتطهر الارضيه، وان شاء الله الدوره بتاعتنا تبقى كويسه. بص، اول حاجه بنعمله ايه؟ بنجيبه الجير، ندي رشه خفيفه جير، تمام؟ بس بنحاولوا نهشوا الفراخ. يعني ايه؟ لازم يبقى معاك مثلا خشبه زي كده وتهش الفراخ. تهش الفراخ دهوت وتقوم جاي واخد شويه جير كده خفاف كده، وايدك ايه تحت كده، حاجات بسيطه كده اهوت هتطهر المكان وفي نفس الوقت ايه هتخلي الفراخ مبسوطه. تمام؟ حاجات كده، حاجه بسيطه. طبعا لو الفراخ اكلت منه عادي اصلا ما فيهوش اي مشكله، ده اصلا امن جدا على الفراخ. تمام؟ نبتدي بقى ايه؟ نجيب التبن بتاعنا او النشاره، نحطه هنا اهوت كده، ونبتدي ايه؟ نرش كده. تمام؟ نبتدي ايه؟ نرش كده على المكان اللي احنا رشينا فيه ايه؟ رشينا فيه الجير اللي هو المطفي. تمام؟ كده. طبعا دي مش راضيه تقوم، قامت بقى غصب عنها بقى. لقت التبن ايه؟ بيجي عليها. تمام؟ طبعا التبن مش هيعمل لها حاجه يعني. نبتدي نرشه كده اهوت المكان بتاعنا. ابتدى ايه؟ طبعا هو مفيش ريحه قد كده، ده انا بنضف على طول، بس ابتدى ايه؟ الريحه برضو اللي هي الايه البسيطه دي ابتدت تروح. تمام؟ هنيجوا هنا اهوت برضو هنرشه كده اهوت. بص، هي حاجات بسيطه ومش متعبه، هي حاجات بسيطه ومش متعبه خالص. انت بتتسلى ايه، وفي نفس الوقت بتحافظ على فراخك وبتحافظ على مشروعك. يعني انت لو عامل مثلا مشروع جنب شغلك تحافظ عليه. بصوا يا جماعه كده، حاجات بسيطه خالص. بص، انا هوقف الفيديو عشان برضو ايه ما اطولش عليكم، واخلص وايه ونشغلوه تاني ان شاء الله، ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا. وايه رايكم بقى في المكان؟ بصوا كده بقى يا جماعه، بقت الفراخ مبسوطه بقى، حاجه جميله، مفيش ريحه خالص خالص، مفيش. يعني ممكن بص اقعد هنا، اجيب كرسي واقعد. بس حاجه بسيطه. الموضوع خد مني وقت قد ايه؟ هنقوله 3 دقايق 5 دقايق بس. التكلفه مفيش تكلفه. هتحسب مثلا عندك 100 فرخه، لو سبتهم بالمنظر والريحه بقى وكده اهوت هيروح منك 20 فرخه. ماشي؟ هات لك 4 5 شكاير، وكل ما الدنيا السبله تكتر
رشه جير، رشه نشاره. الاربع خمس شكاير يعملوا مثلا 250 جنيه ولا حاجه. 8 فرخ، 8 فرختين، يبقى انا كسبت ايه؟ كسبت 18 فرخه. يا جماعه الاهتمام بالشغل ده اهم حاجه، ده اللي هيكسبك. ما تبصش مثلا شكاره التبنه هتعمل 50 جنيه، شكاره النشاره 50 جنيه كتير. لا مش كتير، هتيجي تحسبها هيضيع منك فراخ ياما. فانا حبيت النهارده اعمل الحلقه ديت واوريكم، وان شاء الله نعملوا حلقات كتير مع بعض. واي حاجه في حد عنده اي مشكله يكتب لي تعليق، ان شاء الله نحلها مع بعض. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتشيروا لاي حد مهتم بمجال الدواجن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.